من كام يوم وصلني البوكس الجامد ده واللي جواه مايك من هولي لاند لارك ام 2، وتعالوا نفتحه سوا. كان ذلك وشيكا يا صديق. المهم نفتح بقى الماي. واو، شكل العلبه بتاعته تحسه طالع من انمي طازه. جوه العلبه طبعا في وصلتين، وصله لايتنينج للايفون ووصله تايب سي للاندرويد والايفون برضو. كنت فاكر ان دي كل حاجه لحد ما لقيت درج سحري جوه العلبه. طلع في كيس جواه وصله تايب سي عشان تشحن الكيس بتاعه المايك، وصله اي او اكس للكاميرا، ديت كات لعزل الهواء، وحبل او سلسله صغيره كده لتعليق المايك، كليبات لتركيب المايك برضو، والكيس فاضي على كده. نلم الليله دي كلها. جوه الكيس بقى كان في اختراع، مايك صغير جدا قد الكوين حرفيا، مش واحد اتنين، ومعاهم جهاز الريسيفر بتاع الكاميرا. المهم اني وصلت الوصله بتاعت الايفون وخدت مايك منهم وفكيت منه المغناطيس الصغير ده، حطيته جوه هدومي، طك بقى ثابت في مكانه بنسبه 100%. خلاص. انت كمان ممكن تركب الكليب ده عشان لو عاوز تحط المايك في الحبل بتاع الهودي مثلا، او ممكن تحطه في الحبل ده لو عاوز تعلقه على رقبتك او تخفيه جوه الهدوم خالص، وممكن توصله دايركت بالكاميرا. الو الو الو، واحد اتنين تلاته، في رش الحاج عبده. وكده انا وصلت المايك الهوليلاند وبتكلم منه اللي هو موجود ده دلوقتي. فلو اي حد عايزني ارشح له مايك ينفع لفردين ويعرف يستخدمه في كل حاجه، سواء كاميرا، ايفون، اندرويد، مايك هوليلاند مايك بجد ليه لازمه ويستحق اللايك.